حليف الخاسس اليومين دول ما بياكلش كويس، بيجيله دياريه او اسهال، ساعات بيبقى فيه شويه ترجيع، يستجيب على الادويه بتاعه الترجيع والاسهال ويرجع يتعب تاني، تجيب له برشامه الديدان ياخدها يبقى كويس ويرجع تاني. للاسف الحاله دي ممكن تكون انفلاماتوري باول ديزيز، معناها ان في انفلاميشن او في التهاب في الامعاء مزمن شويه. الالتهاب ده قد يكون ان هو جيناتيك، قد يكون وراثه فيه، قد يكون بسبب بارازيتك او ستريس على الحيوان حصل، ساعات بيبقى بسبب ان غيرت الدايت بتاعه، دخلت اكل من اكلنا في توم في بصل في بهارات، فعمل انفلاميشن كرونيك انفلاميشن في الامعاء بتاعته. للاسف ساعتها بيحصل هجوم من الاميون سيل او الخلايا المناعيه بتاعه الجسم للحيوان بتاعك. في بعض الحيوانات بيحصل فيها كده، وده بيتشخص عن طريق العياده، بتعمل بعض المساحات او بعض اختبارات وبتثبت ده. برضو الالتراسونيك ممكن يساعدنا في التشخيص بتاع الحاله. للاسف الموضوع بيحصل بقى ان بيبقى فيه دياريه مزمنه او اسهال مزمن، ممكن يوصل لبليدنج كمان، او ان تلاقي الستول بتاعه فيه نقط دم. نقط دم مش بتروح بالادويه، بيحصل ترجيع مزمن، بيحصل لوس اوف اباتايت، او ان هو يبدا يفقد الشهيه بتاعته، يبدا يخس معاك برغم ان هو ممكن يكون بياكل بس بيخس ومش بيستجيب للادويه. وجه للطبيب البيطري عشان يشخص الحاله ويبدا في العلاج، لان الموضوع ممكن يتطور معاه لا قدر الله ويحصل يبقى كرونيك وما يتعالجش بسهوله، او يكلفك انك تفضل حياته كلها بتعالج في مرض مزمن انت جزء من السبب فيه.